عارف زمان كده الكنافة كانت بسيطة، فاهم؟ شوية زبيب سوداني وجوز هند وخلصت وكانت تحفة، يعني مش محتاجين تاني، بنبقى حاسين ان احنا ليفل الوحش، فاهم؟ خلاص. فدلوقتي رق كنافة على رق قشطة على رق كيك على رق بسبوسة على رق رز بلبن على ما اعرفش ايه، كأنك بتقعد تقول فاهم للسكر كده، بتستدعي مرض السكر، لو انستنت تعالى لي مرض السكر، بتمسك البنكرياس بتاعك هو مش هيستحمل كل ده. وللاسف اي حد فاكر ان هو عشان مش عنده سكر ياكل ده براحته، لا، انت وش بنكرياتك فيلير، فشل في البنكرياس، خلاص بقت مريض سكر وانت مش هتبقى عارف ده. واكبر مشكله هي بتعملها لنا الاندوثيليال ديسفانكشن، وده كده زي تدمير ذاتي للقلب والاوعيه الدمويه بتاعتنا. وخد بقى عندك الدوبامين ريليز، كميه مكسبات ومحفزات طعم وفليفرز معموله جوه معمل اصلا عشان تدمنها. نفس الفود بلوجر اللي صور لك الفيديو بيقول لك واو الطعم جامد وحكايه وفي حته تسعه، وعلى فكره نفس الشخص اللي بيروح يتمرن في الجيم، انا بشوفه في الجيم والله، وبياكل اكل صحي وبياخد بفلوسك دي حضرتك اللي بتدفعها اكل صحي وتمرين، بيدفعوا لنا الفلوس دي. والحل، انا مش بقول لك بطل القصص دي كلها، بس على الاقل كل بوعي، اعرف انت بتدخل ايه لجسمك. جسمك مش مزبله عشان تدخله كل القصص دي. تعامل مع جسمك على اساس ان هو ثروه قوميه، يعني مش اي حاجه تدخلها له، ومش اي حاجه ديزاين لجسمك. لازم تفهم ايه الديزاين لجسمك وايه اللي مش ديزاين ليه. واهم حاجه روح امسك اللي كان بيقول لك الاكل ده في حته تسعه، بس كده.